السلام عليكم. قضت محكمة الجنايات في باريس الجمعة بسجن المغني المغربي سعد المجرد لمدة 6 سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016 حسب ما أفادت فرانس بريس. وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية RFA إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد المجرد، وأضافت أن المحكمة أدانت المجرد بالسجن 6 سنوات مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم. وكانت رئيسة المحكمة منحت المجرد صباح اليوم آخر فرصة لإلقاء كلمته قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي. وكرر المجرد في آخر كلمة له أمام المحكمة أنه ما يزال مصرا على أنه لم يغتصب الشابة لورا، موجها شكره للقاضي على الاستماع له. وكانت قاعة المحاكمة ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم، وكانت لورا وأمها وزوجة المجرد غيثا من بين الحاضرات. وواجه المغني البالغ 37 عاما اتهاما باغتصاب شابة فرنسية في أحد فنادق جادة شانزليزيه في أكتوبر 2016 وهو تحت تأثير الكحول ومخدر الكوكايين. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.